السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالنا كتير ما تقابلناش. من فيديو الفينو. النهارده بقى جايالكوا بالترند اللي مغرق الدنيا، ترند الزبدة. اللي كل الشيفات عملوها واحنا متأخرين، معلش. عاملاها بقى لي فترة بس كسل التصوير وكسل التسجيل. هنعملها وهنشوف وهنجرب مع بعض النهاردة، وهقول لكم رأيي فيها ايه بكل صراحة. بس طبعا لسه برضو لما استعملها في حاجات، انا نزلت الفيديو من غير لسه ما اجربها في اي حاجة. وقلنا بقى نشوف الدنيا فيها ايه، ومش خسرانين حاجة ونشوف الترندات ونشوف الدنيا، الناس اللي بتعمل الحاجات دي ايه الحكاية فيها، ونجرب كده. عشان نعمل طبعا الزبدة، لو انتوا كلكم متابعين مكوناتها بسيطة جدا. معاكي كوباية زبدة من اللي عندك في البيت، زبدة تكون زبدة سايحة مش سخنة، وكوباية لبن وكوباية زيت وعصرة ليمون ومعلقة خل. وطبعا هنصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا اول حاجة حطيناها في شفشق الخلاط هي كوباية اللبن. نضربها شوية لحد ما تعمل فوم. نسيت اقول لكم اللبن ده بيبقى جاموسي، تجيبيه كده ما تغلوهوش، تاخديه زي ما هو كده، تاخدي منه كوباية. الكوبايات متساوية يا جماعة. وبعد كده بتضيفي كوباية الزبدة. الزبدة اللي انت هتعملي بيها هي الطعم اللي هتلاقيه في الاخر، يعني زبدة فرن، زبدة جاموسي، زبدة بقري. انا هنا مستعملة زبدة بقري، وخدت منها كوباية وقلت اما اشوف بقى، انا مش خسرانة حاجة يعني. نشوف طبعا ايه يعني، شيفاتنا المحترمين كلهم عملوها، ونشوف احنا كمان، يعني مش هنخسر حاجة. حطيت كوباية اللبن لما عملت فوم، ضفت كوباية الزبدة، وبتضربي بتضربي ازاي بقى؟ مش على طول على طول في شفشق الخلاط، يعني تضربي بطريقة النبضات. طريقة النبضات يعني تدوسي وتسيبي، تدوسي وتسيبي. ماشي. والزيت بقى بتفضلي تحطيه شوية شوية، كوباية الزيت بتحطيها شوية شوية. عن تجربتي انا عايزة اقول لكم، انا لما حطيت نص كوباية الزيت كان القوام كثيف، كان عاجبني قوي. بس انا قلت لا، انا اكمل كوبايه الزيت. وبعد كده هو رحت حاطه ايه، عصره الليمونه. حطيت نص بس فص ليمون، ومصفينه طبعا من التفل ومن البذر، ونص معلقه خل. ورحت حطاهم، وبرضو قعدت اضرب شويه محترمين كده، يجي 10 دقايق بطريقه النبضات. جبت القالب بتاعي ورحت ايه حاطه فيه كيس سندوتشات مفتوح، علشان بس اخد شكل القالب. عندك علبة مدورة، عندك اي حاجة. وديني حطيته، وطبعا خبطت القالب ده شوية محترمين كده. وبعدين ايه غطيته، وطبعا رحت حطاه في قلب الفريزر، وسبته بقى لتاني يوم الصبح. كنت بعمل انا الوصفة دي بالليل قوي، يعني كده قرب الفجر. ودينا اهو بطلعه قدامكم، وعايزة اشوف بقى النتيجة، ومتلهفة للموضوع قوي 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 قوي. عايزه اقول لكم النتيجه يا جماعه مرضيه، مش وحشه، النتيجه حلوه. انا من كوبايه سمنه عملت القالب ده كله، وبصوا سايحه، ما بتسيبش ملمس دهني ولا اي حاجه. وبعدين هقول لك، انت الزبده اللي هتعمليها هي اللي انت هتلاقيها، هي اللي انت هتلاقيها. طبعا انا عامله هنا كانت زبده بقري، فعندي زبده بقري كويسه، فادتني النتيجه الحلوه دي. بس طبعا انا في فيديوهات تانية هوريكم، يعني هعمل بيها الاكل، بس هي يعني كل قال ما يتعملش بيها حلويات. انا عايزه اوريكم حاجه هنا. هي عملت لي هنا 600 جرام، 600 يعني سيبك من العشرة دول، 600 جرام. في بقى ناس ربنا يسامحهم يقول لك ايه كيلو. طب يا جماعه، هو بالعقل كده الكيلو ده هيجي منين؟ الكيلو هيجي منين؟ اللي انت بتحطيه هو اللي هتلاقيه، هي مش هتكبر ولا هتتكاثر ولا هتنفش يعني في التلاجة لما تحطيها. هي ادتني 600 جرام، بس انا راضيه بال 600 جرام دولت. وبصي هنا ابتديت بقطع. طبعا هنا هي لسه كانت متلجه شويه، تحسوا انها بتتفرفت بس حلوه. انا بصوا حتى عماله ايه، يعني باخد الحتت الفتافيت دي وبدوقها، بتدوب والله في بقي، بتدوب دوبان كده يعني. لا فيها دهننه ولا فيها اي حاجه. كنت عايزه اقللكم منها بيض، بس انا هقلي بيض لمين؟ انا كنت بعمل الكلام وكان وقت متاخر قوي. انا بعدين هبقى اوريها لكم. بس طبعا من الملاحظات ومن اللي احنا شفناه، يعني هم كلهم بيوصوا، وانا كمان على اساس ما شفتها كده وسبتها شوية على الرخامة عندي،
دي ما تتسابش على رف التلاجة، دي تتحفظ فين؟ تتحفظ في الفريزر. تقطعيها تشيليها زي ما هي كده، دي تتشال في الفريزر وتطلعيها تستعمليها بقى في ايه؟ معجنات شوية، تقلي فيها بضاية، تدخليها في المخبوزات. لكن حلويات لا. بس بجد انا والله والله ما كترتش من الليمون ولا الخل، علشان كده ما حسيتش بالزعقة ولا حسيتش بأي حاجة. قلت هيفرقوا ايه الليمون والخل فيها يعني. تمام كده. خلصت وصفتي وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات هستعملها في حاجات كتير. بس بجد أنا عن نفسي أنا راضية وعجباني، وهاخد منها إن شاء الله برضو في آخرها كده كوباية، وهعمل تاني تنفعني في المخبوزات وفي أي حاجة أنا بعملها. توفير يا جماعة في الأيام اللي احنا فيها دي. وصلنا لاخر الفيديو، هقول لكم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبتوحشوني وانتظروني في احلى الوصفات ان شاء الله.